السلام عليكم. أب عمل لابنه عملية اللوز من أسبوع، ودخل العيادة بيشتكي ومخضوض، بيقول يا دكتور أنا عملت للواد عملية اللوز، وبعدين الواد جسمه دافي، كشفنا له عندنا في الوحدة الصحية. الدكتور بص عليه وقال إن الجرح بتاعه ملتهب وإن في صديد مكان اللوز. إحنا جينا لك عشان تشوف فيه إيه. بصينا على الطفل لقينا الشكل اللي موجود في الصورة دي. طمنا الأهل وقلنا إن الغشاء اللي بيتكون بعد عملية اللوز ده أمر طبيعي جدا، بيكون شكله زي ما هو موجود في الصورة، ولا هو صديد ولا هو التهاب ولا هو أي حاجة تستدعي القلق. الغشاء ده أمر طبيعي بيتكون من 7 ل 10 أيام بعد العملية، ممكن يتكون ويقع تاني، بيقع مع الالتزام بالتعليمات بتاعة الأكل والشرب بعد العملية، ولا هو صديد ولا هو التهاب ولا هو أي حاجة تستدعي القلق. ده أمر طبيعي جدا جدا. أهم حاجة الالتزام بتعليمات الأكل بعد العملية، وإن الطفل ياكل ويشرب كويس، ولازم نهتم بالسوائل بعد العملية وترطيب الحلق عشان لا قدر الله ما يحصلش نزيف بعد عملية اللوز. الغشاء ده ولا هو التهاب ولا هو صديد. السلام عليكم. لو عندك أي سؤال سيبه تحت في الكومنتات، وإن شاء الله بإذن الله هنرد عليه.